صباح الخير يا كروكي، عامل ايه؟ الحمد لله. انت شكلك زعلان. متضايق شوية علشان في المدرسة كل يوم في ولد بيضايقني، طب بيضايقك ليه؟ بيجلس عليا، وكل يوم لما اجي اخش الفصل بتاعي بياخد السندوتشات بتاعتي واي حاجة جديدة معايا زي القلم او الكراسة، ومش بعرف احكي لحد. طب انت ليه مش بتقوله لأ؟ هو انت ليه دايما بتوافق ان انت تديله حاجتك؟ علشان هو كبير قوي وضخم وبخاف انه يضربني وانا صغير ومش بعرف ادافع عن نفسي. بص يا كروكي، هو مش معنى ان هو حجمه كبير وضخم ان انت كده تخاف منه، او انا معاك ان انت ممكن تخاف، بس هي الفكرة انا بدافع عن نفسي بعقلي مش بجسمي. يعني احنا ممكن نستخدم عقلنا ونبقى اقوى من اللي بيستخدم جسمه. يعني ايه؟ يعني ممكن ادافع بعقلي وانا جسمي صغير؟ ايوه، هو عقلك اللي هيعرف يجيب الطريقة الصح اللي تدافع بيها عن نفسك. طب اعمل ايه معاه؟ هو دلوقتي اما يجي يقولي هات شنطتك وياخد الحاجات بتاعتي، ازاي اقوله لا؟ قول له لأ، وبعدين خد حاجتك واجري على منطقة أمان زي لما تكون جنب الميس أو جنب صحابك. هو مش هيقدر يعمل لك حاجة. يعني هو ساعتها مش هيعرف يضربني ولا يجلس عليا؟ أيوة يا كروكي، ما هو المهم إن احنا نعرف نفكر صح ونعرف ندافع عن نفسنا ازاي. انت عارف، انت فكرتني بقصة جميلة قوي اسمها العصفورة فتفوتة. تعالى هحكيها لك بقى. ماشي، حلوة قوي، احكيلي. قصة العصفورة توتة، قصة عن الشجاعة والثقة في النفس. كان يا مكان كان في عصفورة صغيرة اسمها توتة الفتفوتة. توتة كانت بتحب تلعب طول اليوم من الصبح لحد وقت النوم. كانت شقية وبتعمل دوشة ومغامرات، مرة تضيع ومرة تدخل في مغامرة جديدة، ودايما شايفة نفسها كبيرة وقوية كأنها دب كبير، مش حاسة انها عصفورة صغيرة وقد الفتفوتة. وفي يوم كان الجو دافي وصافي، وتوتة بتلعب مع أصحابها الطيور، وفجأة شافت من بعيد غزالة خايفة قوي قدامها تعبان كبير. الغزالة كانت مرعوبة ومش عارفة تعمل ايه. توتة من غير ما تفكر كتير ومن غير ما تحكي لحد طارت بسرعة ولفت حوالين التعبان وشغلت نظره علشان الغزالة تجري. توتة أنقذت الغزالة وأصحابها سقفوا لها. هي عصفورة صغيرة بس عندها قلب شجاع وذكاء، مش محتاجة تبقى دب علشان تكون قوية. توتة فتفوتة عصفورة بتلعب طول اليوم، توتة فتفوتة عصفورة من الصبح لحد النوم. توتة فتفوتة عصفورة بتلعب طول اليوم، توتة فتفوتة عصفورة من الصبح لحد النوم. يا شقية يا شقاوة عاملة دوشة ومشاكل، يا شقية يا شقاوة عاملة دوشة ومشاكل. مرة تضيعي ومرة مغامرة وشايفة حالك دب كبير، مرة تضيعي ومرة مغامرة وشايفة حالك دب كبير. وانت يا فتفوتة مش حاسة انك عصفورة وفتفوتة. كان الجو دافي صافي، فتفوتة بتلعب مع أصحابها الطيور. شافت من بعيد غزالة خايفة من تعبان كبير. فتفوتة من غير ما تفكر ولا تحكي طارت عالتعبان تشتت نظرته، تدي فرصة للغزالة تبعد بعيد. فتفوتة من غير ما تفكر ولا تحكي
تفرد عالتعبان تشتت نظرته تدي فرصة للغزالة تبعد بعيد يا فتفوتة انتي عصفورة وفتفوتة فاكرة حالك دب كبير توتة فتفوتة عصفورة بتلعب طول اليوم توتة فتفوتة عصفورة من الصبح لحد النوم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ايه رأيك بقى في القصة الجميلة دي؟ حلوة قوي قوي. طب فهمت منها ايه؟ فهمت ان الواحد مش لازم يكون كبير في الحجم، بس ممكن بعقله وذكائه يعرف يدافع عن نفسه ويدافع عن اصحابه. بالظبط، هو ده الفكرة، ان احنا ازاي نفكر وازاي نقنع نفسنا ان القوة بالعقل مش بالجسم. يعني مش عشان هو جسمه كبير يبقى قوي، لا، احنا ممكن نستخدم عقلنا ونفكر صح، هنبقى اقوى منه بكتير. ايوه فهمتك. خلاص انا بعد كده هستخدم عقلي وهكون اقوى واحد وهدافع عن نفسي وعن اصحابي، والمرة الجاية لما يجي يجلس عليا هروح لمنطقة امان زي جنب الميس بتاعتي او جنب اصحابي، وساعتها مش هيعرف يجلس عليا تاني. برافو عليك يا كروكي، انا مبسوط قوي ان انت فهمتني وعرفت بعد كده ان انت تتصرف صح، واهم حاجة ان انت بقيت مبسوط ومش زعلان زي الاول. شكرا قوي يا بوفي، انا فعلا الحمد لله بقيت كويس. باي باي يا أصحابي، أشوفكم القصة الجاية. لو عندكم أي مشكلة اكتبوا لنا في الكومنتات وهنحكي قصة عنها. باي باي، ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب. باي. توتة فتفوتة عصفورة بتلعب طول اليوم توتة فتفوتة عصفورة من الصبح لحد النوم. يا شقية يا شقاوة عاملة دوشة ومشاكل يا شقية يا شقاوة عاملة دوشة ومشاكل. مرة تضيعي ومرة مغامرة وشايفة حالك دب كبير مرة تضيعي ومرة مغامرة وشايفة حالك دب كبير. وانت يا فتفوتة مش حاسة انك عصفورة وفتفوتة.